السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصحاب الذوق الراقي. معاكم أحمد شحاتة من الماس. النهاردة احنا في حدث استثنائي. احنا النهاردة في معرض ايجي بيوتي اكسبو نسخة 2026. الجولة دي عشان نتعرف مع بعض على أهم وأجدد والترندات اللي موجودة في عالم العطور، ونعمل كمان لقاءات سريعة مع أهم وأشهر الخبراء في مجال العطور، ونعرف منهم إيه الجديد وإيه المشاكل اللي بتقابلنا. انتظرونا وتابعوا معايا وتعالوا معايا، يلا بينا عشان نتعرف على العظمة اللي جوه دي. يلا بينا، واوعوا تمشوا وكملوا معايا عشان احنا هنعمل فيديوهات عظمة بإذن الله. تعالوا يلا بينا. دلوقتي معانا حد من حبايبنا مر عليه عطور كتير، من الناس اللي بتتعامل مباشرة مع العملاء من كل جمهورية مصر العربية، تعامل مع ناس كتير قوي، وعنده خلفية كبيرة جدا 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 بالعطور المختلفة إن كانت ديزاينر أو نيش. الشخص ده أستاذ مصطفى الجميل. أستاذ مصطفى الجميل، السلام عليكم. ربنا إيه الأخبار يا حبيبي؟ يبارك في عمرك على كلامك الجميل ده. عامل إيه يا مصطفى؟ الحمد لله بخير والله. نورنا يا كبير والله. أنا مبسوط إن أنا شايفك والله وأنا كمان يا حبيبي. ربنا يبارك لك يا حبيبي. سؤال يا مصطفى، أنت حضرت المعرض ده، دي النسخة الكام اللي أنت تحضرها؟ دي النسخة الخامسة ليا حضرتها. تحضر النسخة الخامسة ليك هنا؟ حضرتها. حضرتها كعارض وحضرتها كزائر برضه. طب بالنسبة لك أنت في الخمس سنين اللي أنت حضرتهم للمعرض ده، في اختلاف حاسس بيه؟ طبعا في اختلاف للسوق المصري كعطور عامة. أيوة. سوق العطور في مصر في اختلاف كبير جدا. في نشاط كبير وحاجات حيوية كتير في المجال بتاعنا. أصبح دلوقتي أنت بتجيب الترندات الحصرية متوفرة. أنا بكون مستكشف المعرض كله، من زيوت خام، من إزاز، من بوكسات. كل ده طبعا بيوفر على العميل حاجات كتير. وكمان المعرض بيبقى أهم ميزة فيه إن هو بيكون عليه خصومات إضافية، فده بيحبب العميل في المعرض. جميل. والسنه دي بالاخص انا شايفها نسخه استثنائيه في معرض يعني نسخه 2026 حاسس فيها اختلاف، مع ان هو يعني قبل النسخه دي انا كنت مقلق بصراحه، بس لا ما شاء الله لما جيت شفت الوضع كعارض السنه دي، لا حاجه الله اكبر يعني. ممتاز. النوتات العطريه المظلومه ومش اخده حقها. في نوتة البخور، نوتة البخور نفسها. نوتة البخور ذات نفسها. يعني في ناس كتير قوي بتبقى مركزة على الحمضيات، على مثلا زهرة البرتقال. أيوة. على الكونياك، انواع الفريشات عامة، مانجا مدخنة كده. لكن نوتة البخور بتبقى مظلومة كتير، محدش بيتكلم عنها كتير. يمكن الناس خايفة منها يعني عشان تقلها وعشان القوة بتاعتها. تمام. لكن طبعا الحاجات دي عربيا عاملة قلق ومدغدغة الدنيا بره مصر. يعني كنوتة بتضاف لعطر بتخلي العطر في حته تاني. حلو ده. بس مظلومه يعني دي برضو وجهه نظري شخصيه. أيوة. لا وفي اكيد اكتر من نوتة مظلومه، بس معظم الناس حاليا بقت تمشي ورا الترندات. في ناس بتيجي دلوقتي تيجي تسالك على الترند، بس ممكن ما يكونش شم البرفيوم. لا ده كتير جدا. ويجي يقول لك انا عايز ده، انا عايز مثلا اوف فاير عشان ترند، انا عايز سيمفوني عشان ترند، انا عايز مثلا بيربوس 50 عشان ترند، وبعد كده هو ممكن ما يعجبوش العطر، فانا دي ما برشحهاش او ما بفضلهاش. طب هل انت عندك يا مصطفى جزئيه بتاعت لو انت قابلك عميل وقال لك مثلا انا عايز البرفان الترند ده، ممكن تحس اللي هو مش لايق عليه، ممكن تنصحه ولا ممكن تخليه ماشي في اتجاهه؟ لا بما يرضي الله، انا بشتغل كده مع جميع العملاء عندي، انا بشتغل معاهم كده. انا ما بعتبرش العميل بتاعي، ما بعتبروش عميل او زبون بالمصطلح السوق يعني، لا بعتبره اخ ليا كبير، اخ ليا جاي يكسب معلومه، او انا اتعلم منه معلومه ادي له انا كمان معلومه، فببتدي ابقى عارف ذوق اللي قدامي ايه، فارشح له حاجه تانية مختلفه. يعني انت لو لقيت البرفيوم ده مش ماشي مع احمد، هتقول له لا ده مش اكيد مش طبعا. اكيد استحاله انت مثلا بتستخدم بلاك اوركيد وتبقى جاي مثلا عايز حاجه زي السوفاج، وانت العطر بتاعك تقيل جدا، فانا اقوم مرشح لك واقول لك لا سوفاج، لا ممكن اديك حاجه ثانيه، اديك نوار اكستريم، اديك حاجه على نفس الخط نفس الاتجاه، اغير لك العطر. أيوه. بس مش هبعد عن الاتجاه. ذوق الناس بتتغير طبعا، كل شويه بيتغير طبعا، من وقت للتاني بتلاقي الاذواق بتتغير. ايه اللي بقى ترند الايام دي يا مستر مصطفى؟
انا شايف ان الترند الايام دي الشغل العربي كله بلا استثناء، العربي. كله بلا احنا استثناء. بقينا بنروح في الخط العربي اكتر، خليجي. 99% دلوقتي من الجمهور العام للعطور بقى شغال على العربي بس فقط لا غير، لان هي اصبحت بدايل، واصبحت بدايل لحاجات نيش والترا نيش، واصبحت يعني بتودي العطور في حته تاني. هل انت قصدك اللي كله ممكن العطور اللي هي الشرقيه او اللي رايحه لا العربي عامه، العربي. يعني بصفه عامه، يعني مثلا لطافه، آه. لافيرن، الرصاصي، عبد الصمد القرشي، ايوه. الانواع دي كلها شغاله. ابراهيم القرشي دلوقتي شغل جبار من نار يعني. بقى ليه موردينه زي ما بيقولوا، ليه ناس ليه زيوت خام عندنا دلوقتي كمان، الناس دخلت السوق بتدور عليه. الناس دلوقتي بتيجي تسال عايزه من لطافه كذا، عايزه من ابراهيم القرشي، عايزه من لافيرن، كل دول بيجوا يسالوا. تنصح المرتدي العطور ايه، او اللي جاي يشتري بارفان بايه قبل ما يجي عشان يختار صح؟ اول حاجه نصيحه ليه، أيوة. ان هو ما يشتريش عطر بودنه، ما يشتريش عطر بودنه. لازم ينزل ولازم يشم بنفسه عشان يقدر يختار حاجه تميزه او حاجه لشخصيته ذات نفسها، لان العطور اذواق مختلفه خالص. انا ممكن بستخدم حاجه، ايوه، حضرتك انت ممكن ما تكونش بتحبها خالص. مظبوط. والعكس صحيح. مظبوط. تمام. مزبوط. وممكن يبقى عطورنا مختلفه على مدار كل يوم، ممكن انت حاجه النهارده وحاجه بكره وحاجه الصبح وحاجه بالليل، اختلاف تماما يعني. فدي نصيحه، يعني بنصح ما حدش يشتري ان انا سمعت ان دي مثلا ترند او دي رقم واحد فانزل اشتريها. انا ممكن انزل اجربها الاول، اتست منها حاجه بسيطه، وبعد كده عجبتني اجرب، ما عجبتنيش لا خلاص اشوف اللي يعجبني انا شخص. عايزين نعمل خلطه دلوقتي هنسموها كرييشن مصطفى الجميل. ايه الثلاث نوتات اللي انت مش هتستغنى عنها؟ وانا ما جربتهاش، يعني ما جربتش الفكره بتاعت حضرتك. ايوه دي. بس ايوه بس أنا في العام احنا بنقول انا بلجأ او بحب العطور اللي هي فيها فانيليا. فانيلا. هم ثلاثه، خد بالك هم ثلاثه، فانيلا وعنبر وحته الامبروكسان دي انا بعشقها بصراحه. الامبروكسان بيودي البرفيوم في حته ثانيه. لا خالص، الموضوع بيختلف معاك تماما. صح كده؟ اكيد طبعا. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. انا سعيد جدا جدا، احنا سعيدين جدا جدا بالكلام الجميل اللي قلنا له ده، وانا مبسوط، وحرفيا انا حبيبي. يعني مش عارف اشكرك ازاي، وكنت مبسوط ان انا معاك. ربنا يخليك.